السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا. أول حاجة هنبدأ بمحلول النقع: قرنفل، قرفة، ملح، فلفل أسود، لورا، حبهان، ليمون، سكر. هنزل بيهم في بولة واسعة وهضيف عليهم مية عادية من الحنفية، وهقلب كويس علشان أدوب الملح والسكر والمنكهات بتاعتي. بعدين هنزل بالبطة بتاعتي وتكون مغسولة بدقيق وملح ومتنضفة كويس قبل ما احطها في محلول النقع. بعدين انا هحطها في محلول النقع واغطيها وهحطها في التلاجة ليلة كاملة. لكن انتي لو مستعجلة عليها يبقى من 4 ل6 ساعات وبعدين تطلعيها. وده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. اي زفارة فيها بتطلع، اي حاجة جوه العظم، دم متخزن، اي حاجة بيطلع منها وبتنضف جدا. بناخدها بنغسلها تحت مية جارية وبنحطها في مصفى تصفي. ولغاية ما البطة بتاعتنا تبقى جاهزة نحضر التتبيلة بتاعتها: معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البصل البودرة، معلقة صغيرة من الثوم البودرة، معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، معلقة ونص من الملح، نص معلقة من الكركم، ربع معلقة من الشطة، معلقة صغيرة من بشر البرتقال متجفف ومطحون، ومعلقة كبيرة من الزعتر. هحط كل التوابل والبهارات بتاعتي كده في بولة، وهضيف عليهم معلقتين كبار من معجون الطماطم او الصلصة الجاهزة، و4 معالق من زيت الزيتون، ممكن تستبدليه باي نوع زيت تحبيه، وعصير ليمونة كاملة. هدوب كويس وهقلب لغاية ما كل التوابل بتاعتي تختلط ببعض. معايا هنا كده 6 وحدات من البصل الكبار، هقطعهم جوليان، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من التتبيلة اللي هتبل بيها البط. وهغلف في البصل كويس بالتتبيلة بتاعتي وهخليها على جنب. دلوقتي هحضر الصينية بتاعتي اللي هحط فيها البط. هحط ورق فويل على شكل زائد، علامة زائد، ونفس الموضوع هحط ورق الزبدة على شكل علامة زائد. هركن الصينية على جنب وارجع للبطة بعد ما اتصفت وجفت بالشكل ده. هجيب سكينة صغيرة واعمل فيها فتحات كتير، وبعدين اخد جزء من التتبيلة واتبل البطة من بره ومن جوه واقلبها على ظهرها واتبلها. بعد ما تبلت البطة كويس هحشيها بنص كمية البصل اللي احنا عملناها، والنص التاني هحط جزء منه تحت البطة وبقيته هحطه فوق البطة. وبعدين هقفل الورق بتاع الزبدة على البطة، وبعدين اقفل ورق الفويل. كده قفلتها كويس. انا محضره الفرن على درجه حراره 200 من اول ما بدات اشتغل في البطه بتاعتي. دلوقتي هاخد الصينيه وهحطها على الرف اللي فوق الفرن مباشره لمده نص ساعه. بعد النص ساعه هرفعها رف اوسط على درجه حراره 180 لغايه ما تكمل سواها. وبعدين هفتح عليها واخليها تاخد لون تحت الشوايه. كده البطه بتاعتنا جاهزه في الفرن. نبدا نجهز الخضار اللي هنعمله جنبها. هنعمل صينيه بطاطس سريعه وسهله وبسيطه جدا وطعمها حلو قوي. هقطع كده كمية من البطاطس، وهقطع عليهم 3 وحدات من البصل، وهقطع معاهم فلفل ألوان، وهبدأ بقى أتبلهم. معايا هنا فلفل أسود، ملح، كمون، كزبرة، توابل فراخ وشطة وبابريكا. وهقلب كويس وهضيف عليهم معلقتين من الصلصة الجاهزة، و3 معالق كبار من زيت الزيتون أو أي زيت احنا نفضله. هخلط كويس البطاطس والخضار مع التوابل والزيت. وبعد ما تبقى كل حاجة متغلفة معايا كويس، هجيب الصينية بتاعة الفرن اللي انا هستخدمها وانزل بالبطاطس والخضار بتاعي في الصينية، واكون محضرة عصير طماطم بس يكون خفيف شوية وانزل بيه على البطاطس بتاعتي. هساوي الصينية. دلوقتي انا رفعت البطة على الرف الاوسط على درجة حرارة 180، وهاخد صينية البطاطس احطها جنبها على نفس درجة الحرارة، الاتنين يستووا مع بعض. دلوقتي بقى هعمل الرز. حل على النار، معلقة كبيرة من الزبدة. اول ما تسيح وتسخن هنزل بكوباية من الشعرية. بنفس الكوباية دي هعاير بيها الرز. لكل كوبايتين من الرز المصري كوباية من الشعرية. هفضل اقلب الشعرية لغاية ما تاخد لون موحد، بعدين هنزل عليها بالرز المغسول ومتصفي كويس. ودلوقتي لما قلبت الرز وسخن شوية في السمنة، هبدأ انزل عليه بالملح بتاعي معلقة كبيرة ممسوحة. بعدين هقلب الرز في السمنة والملح لغاية ما الرز يفلفل معايا. اول ما يفلفل وحباته كده تبقى مفلفلة بعيد عن بعضها، هنزل بالسوائل بتاعتي. ممكن احط شوربة على مية بس زي ما نحب. دلوقتي بقى نعرف ازاي ان الزيادة مظبوطة. هحط المعلقة
في نص الحلة. اول ما تميل بالشكل اللي انتوا شفتوه ده يعني الزيادة مظبوطة. لو لقينا المعلقة بتنزل بالراحة يعني الرز لسه ناشف ومحتاج لزيادة. وغطيته وسبته لغاية ما شرب كل السوائل بتاعته وعمل عيون زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هغطيه وهحطه على شياطة على نار هادية وهسيبه تلت ساعة. بعد تلت ساعة نرجع تاني نقلبه. الرز بتاعنا استوى ومظبوط. الرز ما بيحبش التقليب الكتير لانه بيعجن وبيتفتت. ادي صينية البطاطس بتاعتنا جهزت معانا. البطاطس دايبة دوب في السوا وفي صوص تحتيها ما نشفتش وخدت وش ولون جميل من الفرن وطعمها وريحتها جميلة جدا. ادي كمان البطة بتاعتنا استوت وخلطة البصل اللي جواها مدياها ريحة حلوة قوي وهتدي طعم حلو قوي معاكو لو جربتوها. كده الاكل بتاعنا كله جاهز مع بعضه وخلص وما خدش تقريبا وقت. تعالوا بقى نشوف تسوية البطة. مجرد ما بنسحب العظمة بتاعة البطة بتطلع معانا من شدة السوا وقد ايه اللحم بتاعها دايب وقد ايه البطة بتاعتنا جوسي. وده كان فيديو النهاردة عملنا مع بعض أكلة متكاملة، بطة محشية بالبصل ومتبلة بالبهارات وما عادتش في التتبيلة سويناها على طول. عملنا رز مفلفل، صينية بطاطس تحفة ودايبة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو ودوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد واترككم في رعاية الله وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.